الذي وقف في الغبير منذ نحو 8 عقود عائدا من منفاه صارخا بوجه السلطة العميلة المرتهنة: أنا عدت لأواجهكم. السلام على السيد الشهيد حسن نصر الله الذي وقف وقفة العز عينها بوجه الظلم والأعاصير، ثابتاً على موقف بطولي حتى الشهادة. وستظل أرحامنا تلد الأبطال، وستظل بلادنا تلد الثوار. هنا الأرض لنا، إما نحن وإما نحن. كم هو بليغ أن سعادة شهيداً بعد نحو 80 عاماً من قتله لا زال يريدكم. كم هو بليغ أن سعادة شهيداً وبعد نحو 80 عاماً من قتله لا زال يجند المقاتلين الشرفاء الذين قاتلوا وقتلوا واستشهدوا في أشرف جبهة في الجنوب خلال معركة البأس. إنها الحدود شاهدة أن هذا الشعب لن يخضع ولو قتلونا أجمعين. سوف يزهد من بطن الأرض غضب ساطع ينبئ بالتحرير. إنا على العهد لسعادة كما لنصر الله. لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام. هذه هي عودة إلى سعادة الإنسان والمناضل والشاعر. فكيف لو اجتمع بدر وغدي على عمل لإنسان تميزت حياته منذ ولادته وحتى شهادته بالفوق عادية؟ أنني أتحدث عن مؤلفين عزيزين كبيرين، باحث وإعلامية جريئة، لا يمكنني أن أعطي لهذين المؤلفين حقهما. بسم الله، باسم الحق والخير والجمال والوطن، باسم الشهداء وسيد الشهداء وناصر المستضعفين نصر الله، باسم الجرحى والأسرى والمقاومين، باسم المهجرين وبيوتهم المدمرة وأرضهم وتينهم وزيتونهم، باسم الأمة وأبناء الحياة، ملح الأرض وزوادة الصراع والبطولة المؤيدة بصحة العقيدة، باسم رسالات صخرة الثقافة الملتزمة وبيت المثقف المنخرط، صرح الإبداع والوطنية والفنون الهادفة في ذروة العبث والفتن. تحية لكم جميعا، كل بمقامه واسمه وموقعه، ونبدأ مع النشيد الوطني اللبناني. أنطون سعادة شهادة الصورة للكاتبين العزيزين الباحث الأستاذ بدر الحاج والإعلامية المناضلة غادي فرانسيس، هو استعادة حيوية وفعالة لحياتي وفكري وتجربة المفكر والسياسي والمناضل وعالم الاجتماع والفيلسوف المشرقي
مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي الزعيم أنطون سعادة. هذه هي عودة إلى سعادة الإنسان والمناضل والشاعر والعاشق ورب الأسرة والأب لبنات 3 والرجل الذي كانت هذه البلاد قضيته وكان يشبهها في تجربته ونقائه وصلابته وفي الفكر الذي صاغه وقدمه وكتبه وأذاعه عن حقيقتها وشخصيتها ومستقبلها والمخاطر التي تتربص بها اليوم ومنذ فجر التاريخ والأزمان. عودة إلى مطلع القرن العشرين، إلى عام الولادة عام 1904، حيث للقدر بصماته في ترتيب الأحداث. يولد أنطون خليل سعادة بين قرنين وزمنين ويعاصر احتلالين، عثماني يمضي وفرنسي يدخل على أنقاض البلاد التي تتناهشها الصراعات والطائفية والفساد والأطماع منذ زمن بعيد. تتفاعل في صدر الفتى والشاب أسئلة الحاضر والتاريخ والمستقبل، أسئلة عن سوريا الكبرى وبلاد الشام بلادنا وعمن جلب لشعبنا هذا الويل. وفي هذا المسار الرسالي بدأ سعادة يجيب على هذه الأسئلة، بدأ يجيب على هذه الأسئلة منذ شبابه حتى مرحلة النهضة، وراح يكشف الحقائق ويعيد رسم معالم الأمم في نشوئها وتطورها ومصالحها. وكانت النهضة السورية القومية الاجتماعية التي دعا إليها عقيدة تحفر في أعماق الحقيقة لتقدمها إلى شعبنا كما هي. وقد أوضح في كتاباته كثيرا ما أوضح بأنه لم يأتي بالخوارق بل بالحقائق التي هي نحن وأنتم وبلادنا وحقيقتنا. هذا الوعي القومي جعل من حياته كلها لأجل سوريا كما تخيلها ورسمها بالعلم والوقائع والتاريخ، أمة حية بين الأمم لها مكان فوق الأرض وتحت الشمس، أمة لا تقوم على العصبية العرقية ووحدة الدم، بل أمة اجتماعية قامت على تطور الإنسان الحضاري والاجتماعي ليتشكل في هذه البلاد أو لتتشكل في هذه البلاد قومية اجتماعية تنصهر تحتها كل عوامل التنوع والغنى الثقافي والحضاري والعرقي والإثني الذي تشكل عبر التاريخ في هذه البلاد. هذا الوعي القومي الرافض للفساد والطائفية والتجارة بالغرائز المذهبية جعل سعادة عدو الانتداب الفرنسي والطبقة السياسية ذاتها التي سلمها إدارة البلاد باسم المستعمر. فكانت المواجهة مع النظام الطائفي والاحتلال وتأسيس الحزب وكذا الاعتقالات والصراعات السياسية والنضال الفكري ثم المنفى القسري لسنوات وسنوات في أمريكا اللاتينية، حيث لم يتوقف عن السعي نحو خلاص هذه البلاد ووحدتها. وفي العام 1947 تاريخ العودة إلى الوطن الذي شكل مفصلا وزلزالا أصاب القوى السياسية التقليدية التي كانت تخشى عقيدة سعادة ونزوع حزبه نحو الإصلاح ونحو مقاومة الغزاة والمحتلين من الجنوب وفي الشمال. أعاد تنظيم الحزب وتنظيف العقيدة مما شابه
من نزاعات مناقضة للفكرة والمعركة الفاصلة مع النظام اللبناني والخروج إلى سوريا وخيانة نظام حسن الزعيم للزعيم وصولا إلى الشهادة على أيدي رموز النظام الطائفي الذين كما العادة اختلفوا على كل شيء واتفقوا على دم هذا الثائر الفدائي والمثقف المشتبك والإنسان الرسالي في حركته وأهدافه. هذا الكتاب الوثيقة هذا كتاب وثيقة، ونحن أمام جهد جبار وعلمي وتوثيقي قام به المؤلفان العزيزان، وهما في ذلك يقدمان خدمة للثقافة والفكر والقضية الوطنية والقومية، حيث يستعيدان أنطون سعادة من خلال سرد تاريخي مسند بالصور والأرشيف والوثائق النادرة، ويعيدان رواية سيرته كما ينبغي وكما يستحق. ولأننا في عصر الصورة، فإن من شأن هذا الكتاب أن يساعد الأجيال الحاضرة والمقبلة على معرفة هذا الرجل النادر والاستثنائي في تاريخ هذه البلاد. نبدأ الكلام مع كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي يلقيها عميد التربية في الحزب الأستاذ جاد ملك، فليتفضل. حضرة رئيس الحزب، الحضور الكريم، انتابتني رعشة عندما وصلني كتاب الرفيقين غدي فرانسيس وغدر الحج. ذات الرعشة التي انتابتني عندما وصلني أول كتاب قرأته لأنطون سعادة، وكنت ما زلت مراهقا في المدرسة، وهذا شعور كان يراودني في شبابي كلما كنت أحصل على صورة أو مقالة أو كتاب الزعيم. ولكن انتابني الشك، فهل هناك أي جديد عن أنطون سعادة في كتاب مصور عن سيرته وأنا الذي حفظت سيرته الذاتية منذ عقود؟ كنت أدرك أن بدر الحج لا يقبل أن يبذل جهدا على أي عمل عادي، فلا بد أن يكون العمل فوق عادي، إذ أنه بذل عليه سنين طويلة. وكنت أعرف أن لغدي فرانسيس قدرة إبداعية في نسج الأمور الروتينية من مسائل عادية إلى مسائل فوق عادية. فكيف لو اجتمع بدر وغدي على عمل لإنسان تميزت حياته منذ ولادته وحتى شهادته بالفوق عادية؟ والحقيقة أن كتاب أنطون سعادة شهادة الصورة أخرج هذا الرجل العظيم من قالب الصورة النمطية المسطحة أحادية البعد إلى صور غنية معقدة متشابكة لإنسان متعدد الجوانب غني الأبعاد، إنسان في نفس الوقت عادي وفوق عادي. لقد عرفناه زعيما سياسيا، معلما، فيلسوفا، جديا، منضبطا، مقاوما، صبورا، مشى بخطى هادئة وثابتة نحو الشهادة ونحو العز. وغاب عنا، وربما رفضنا ظلما أن نرى فيه الإنسان العادي، الأب والزوج والصديق، الإنسان السوري العربي المشرقي ابن جبل لبنان، الذي لم يدعي يوما أنه أتى بالخوارق والمعجزات، بل بحقيقة أن في كل إنسان عادي منا قوة لو فعلت لغيرت وجه التاريخ. صور هذا الكتاب أنطون سعادة العادي ابن الشوير، الفوق عادي باعة النهضة السورية القومية الاجتماعية بشتى أبعاد حياته الإنسانية. إنسان مشرقي عادي يحب الحياة، يحب الكيف، يحب الرياضة، يعشق الطبيعة، رجل أنيق اللباس، ذات لياقة بدنية عالية، كثير السفر والتنقل، يمشي ويسبح ويركب الخيل، ينام في العراء.
مع مسدسه إلى جانبه، محاطا برفقاء ورفقات مسلحين ومسلحات، ويقوم بدوره في نوبة الحراسة لحمايتهم وحمايتهن. رأينا سعادة ملتحيا، وجدناه بثياب الرياضة، بلباس السباحة، بالشروال، بالشورت، في المقهى، في المطعم مع أصدقائه، فوق الشلال، في الجبال والغابات، وأيضا في المكتبة وفي المطبعة وفي المحكمة، يجسد وقفة العز الأخيرة في 8 تموز. للمفارقة لم أراه في أي صورة يدخن. تصفحت في الكتاب اندماج حياة سعادة الشخصية والعائلية بحياته السياسية والحزبية، وكأنه دائما يهرول نحو النصر من دون تضييع ثانية، من دون إهمال أي حيز من حياته العائلية، وتمضية وقته الثمين مع زوجته الأمينة الأولى جولييت المير وبناته أليسار وصفية، فكانت صورهن في خلفيات الخطابات، في حضن الزعيم في الاحتفالات، وعلى الأكتاف في الزيارات الميدانية والمناسبات. إن تنبهنا للصور رأينا سعادة يعطي أهمية لها، ولكن دون النرجسية التي اعتدنا عليها من الزعماء التقليديين. نظراته متعمدة دون فوقية، ووقفاته ولغة جسده تعكس العزة والقوة دون عنجهية، وحركات يده تخاطب الأجيال التي لم تولد بعد، كأنه أيقن أن هذه اللحظات الثمينة هي التي ستجسد صورته في أذهان أجيال النهضة التي لم تكن محظوظة برؤيته في حياته. لم أدرك مدى الوقت الذي صرفه الزعيم بزيارة القوميين في مدنهم وأحيائهم وبيوتهم، شامون، قلمون، صنين، دمشق، اللاذقية، بنياس، طرطوس، صفيطة، بيروت وغيرها الكثير، وصولا إلى الحدث والغبيري، حيث وضع إكليل على ضريح الرفيق إبراهيم منتش الذي ارتقى شهيدا رافضا لوعد بلفور المشؤوم. وكم كان لائقا اختيار هذا الصرح، المركز الثقافي لبلدية الغبيري، مسرح رسالات في قلب ضاحية بيروت الجنوبية المقاومة، هذه المنطقة التي قدمت وما زالت تقدم الشهداء وشهادات في الوطنية ووقفات العز. أنا فهمت من الرفيقة غدي أن اختيار المكان كان من فترة طويلة، ولا دخل له بموضوع ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والظلم الذي لحق بمؤسسة رسالات وسخافة واستخفاف الحكومة بالتعامل مع أزكى الشهادات. ولكن نحن القوميين بطبيعتنا مشاكسين، خاصة في وجه الظلم الذي اعتدنا عليه. ولا بد لنا بالتذكير أن هذه الحكومة لم تكن الأولى في خذلان الوطنيين والأبطال، فالحكومات السابقة منذ استقلال كيانات سايكس-بيكو المصطنعة في لبنان والشام، ومنذ إنشاء الكيان السرطاني الاستعماري الإسرائيلي المؤقت الزائل، هذه الحكومات ثابرت بالظلم والعمالة والاستزلام بالخارج. وهذه الحكومة لم تأتي بجديد ولم تبدع، بل زاولت ممارسات الغبن وتنفيذ إملاءات الخارج وخدمة السياسات الصهيونية صراحة ببياخة. وكما ذكرنا الرفيق بدر في مقدمة الكتاب، الحقيقة أن صفحات وصور سيرة هذا الإنسان العادي الفوق عادي واجهتها محاولات عملاقة من الحكومات السابقة لمحوه ومحو أعماله وصورته من وجدان الأمة ومن التاريخ، ولكن غزارة عطائه وأصالة إنسانيته وعمق ضميره ونفاذ بصيرته أبت إلا وأن تبث شعاعها في أرجاء المشرق لتصل إلى الأجيال التي ولدت قرابة قرن بعد شهادته. كم كنت كريما يا زعيمي، وكم بخلنا عليك وعلى عائلتك. كم كنت معطاء يا معلمي في حياتك وبعد استشهادك، وكم كانت الأمة ظالمة بحقك غير ممتنة. وكم كنت تعرف كل هذا، بأن ليس لابن النور صديقا بين أبناء الظلمة، وبقدر ما يبذل لهم
من المحبة يبذلون له من البغض. فليكن هذا الكتاب قليلا من المحبة تبذل من أجل ابن النور، وكيف لنا أن نحصر غزارة النور في كتاب أو كتب أو حتى مكتبات. تحيا سوريا. إن القوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره. قالها الزعيم أنطون سعادة وجسدها أبناء البلاد الذين اعتنقوا الحديد والنار في وجه الغاصبين المحتلين، وشكلوا الإطار النظامي القوي الذي أراده سعادة، حيث قال إن المشروع الصهيوني هو مشروع نظامي لا يمكن مواجهته إلا بمشروع نظامي مضاد. والنموذج الذي قدمته المقاومة الإسلامية هو نموذج الصراع كما رآه الشهيد والمفكر أنطون سعادة، وكما قاده السيد الشهيد القائد حسن نصر الله، ولا نزال في ذروة المعركة. كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الأستاذ رائد برو، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السماحة، أصحاب السيادة والمعالي، أصحاب المقامات الرفيعة، الفعاليات العسكرية والإخووية والفكرية والإعلامية، الإخوة الرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية شرفتني صديقتنا غدي وصديقنا المؤلف الباحث بدر أن أتشرف على هذا المنبر، منبر الزعيم الشهيد أنطون سعادة، وأن ألقي كلمة في محضر أساتذة وأخوة أعزاء لي. في البداية لن أتحدث إلا بصفتي قارئ، لأنني لست متخصص باللغة العربية أو بالتاريخ، خاصة أنني أتحدث عن مؤلفين عزيزين كبيرين، باحث وإعلامية جريئة، لا يمكنني أن أعطي لهذين المؤلفين حقهما. يأتي هذا الكتاب في زمن المعلومة القصيرة، وفي زمن الافتراءات، وفي زمن المغالطات والمصطلحات الزائفة. هذا الكتاب يضع النقاط على الحروف ليصنع جملا تنصف الزعيم في آخر هذا الزمان وبعد وقت طويل. هذا الكتاب يسلط الضوء على أمرين أساسيين: على الصفات الشخصية للزعيم من ولادته إلى شهادته، من نشأته إلى شهادته. يسلط الضوء على حياته، على زهده، على ثباته، على صبره، على نضاله، على إصراره في زمن الصعوبات أن يكون شخصية فذة قوية إلى جانب المظلومين في العالم وفي هذه الأمة. وبالتالي سلط هذا الكتاب الضوء بالصور وبالروايات على هذه الشخصية الفكرية العميقة جدا. وكذلك أيضا هذا الكتاب أنصف الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تعرض إلى الكثير من الافتراءات والأضاليل، حتى أن البعض
أصبح يقرن اسم الحزب بفترة مرت على لبنان لا يحبها أغلب اللبنانيين، وبالتالي هذا ظلم. وهذا الكتاب أنصف الزعيم وأنصف الحزب. أيها الإخوة والأخوات، الرفاق والرفيقات، بصفتي بحزب الله، بصفتي من كتلة الوفاء للمقاومة، لا أرى ضير أن أقف هنا وقد تكون العلاقة بين حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي حجة على كل هذه الأمة، لأننا قدمنا نموذج بأن يستطيع الإنسان الذي يؤمن بالعقيدة وبالله سبحانه وتعالى ولديه إيمان أن يتضامن ويتكامل مع حزب آخر ذو بعد قومي. وبالتالي ليس البعد المذهبي والديني والطائفي هما موانع أمام هذا الالتقاء. حزب السوري والقومي الاجتماعي وحزب الله هما يتكاملان لأنهما شخصا سويا هذه المخاطر دون أن يمنعهما أي خلاف في وجهة نظر في ساحة ثانية أو في ساحة أخرى. وما يجمع حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي أمور كثيرة. الأمر الأول النظرة إلى العدو والإيمان بأن المقاومة هي الخيار الصحيح منذ ذاك الزمن وإلى عصرنا الحالي. ثانياً الوحدة الوطنية هي القاسم المشترك. الزعيم كانت تعني له الوحدة الوطنية كثيراً، وهو كان خارج القيد الطائفي، وحزب الله وبالخصوص أغلب قادته هما خارج القيد الطائفي في ممارسة الشأن العام وفي ممارسة المحاربة وفي محاربة العدو الإسرائيلي. العدالة الاجتماعية هي قاسم مشترك بين الحزبين. كل من الحزبين هم من رحم الناس، من رحم الفقراء. الفقراء هن وحدة من أولى أولوياتهم، وبالتالي حتى سلوك الأفراد في الأحزاب قد تراهم ذو صفات وشخصيات مشتركة في إصرارهم، في ثباتهم، في زهدهم، في صلابتهم، في عدم خيانتهم للقضية، في عدم بيعهم لأي أمر على حساب القضية الكبرى. هذه صفات وسلوك شخصياتنا المشتركة. أيها الرفاق والرفيقات، من الغبيرة، من البلدة التي زارها الزعيم في مناسبة لها علاقة بذكرى شهيد، من الغبيرة التي تجاور مرقد سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، نستحضر السؤال الذي ابتدأ من عنده الزعيم، وهو: ما هو السبب الذي جلب الويل على هذه الأمة؟ من هنا بدأ الزعيم. ما هو السؤال؟ ما هو السبب الذي أرجع الويل وسبب الويل على هذه الأمة؟ من هنا بدأت أفكاره تمشي وتسري وتنتشر. من هنا بدأ التأسيس، وهو يسير في اتجاه البحث عن هذا الجواب. قال أن السبب الأساسي والرئيسي والمركزي هو فقدان السيادة القومية، هو فقدان الإرادة لهذه الأمة، هو استسلام هذه الأمة، هو استسلام الأنظمة الموجودة في هذه الأمة.
وبالتالي ونحن نتأمل مسيرة الزعيم نستطيع أن نقسم الناس إلى فئتين. الفئة الأولى هم أشخاص آمنوا بالحرية والاستقرار ولكن لم يستطيعوا أن يسيروا في هذا الطريق، لم يستطيعوا أن يقدموا الأرواح والأموال والأوقات والأنفس في سبيل هذا الطريق، بل بقيت هذه الأمور نظريات. الفئة الثانية هي فئة مسجونة داخل جغرافيتها وداخل مذاهبها وطوائفها، منعها هذا السجن أن تتقدم مع شرفاء في هذا الوطن وفي هذه الأمة لكي تواجه معا هذه المخاطر. العدو الإسرائيلي يستفيد واستفاد من هاتين الصورتين، من الشخصيات والأحزاب التي نادت بالحرية وبرفع الظلم ولم تعمل لها، ومن الفئات التي كانت مسجونة داخل مذاهبها وطوائفها. وما نراه اليوم خاصة بعد اعتقال الخلية الأمنية التي كشف عنها الأمن العام اللبناني هو بأن إسرائيل، من يتأمل ومن يطلع على هذه اعترافات هذه الخلية يعلم بأن العدو الإسرائيلي يستطيع أن يمارس فعله العسكري والأمني عبر ذكائه الاصطناعي وعبر التقنيات، ولكن أراد لعامل بشري أن يقوم بهذا الفعل الدنيء في ذكرى كريمة لكي يوقع الفتنة من خلال بيانات جاهزة بأن بعض أفراد ينتمون إلى جنسيات محددة سورية لكي تكون الفتنة بين السوريين واللبنانيين أو بين السنة والشيعة. وبالتالي أمام هذا المخطط علينا أن نصطف سويا إلى جانب بعضنا البعض وأن نكون معا في مواجهة هذه التحديات. أيها الإخوة والأخوات، الرحمة للشهداء والحياة للأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا له من فعل جميل ونبيل يا غدي ويا أستاذ بدر. في زمن التنكر للأبطال والأنقياء والمقاومين والفدائيين والمقاتلين، زمن التنكر والتشويه للمثقف المنخرط في قضايا شعبه، زمن الإعلان من شأن المنفصلين عن مجتمعهم والذين يمارسون كل أنواع الثرثرة ليبرروا حيادهم أو صمتهم أو تآمرهم، زمن الخدم المناوبين لدى الاستعمار يزعمون تمثيل مصالح شعوبهم فيما هم في الواقع لا يعرفون بلادنا وشعبنا وقضايانا، وليسوا سوى بياض يحركها الأجنبي. وغدا عندما تنتهي فترة المناوبة سيضعهم التاريخ في مكانهم في صف من ظاهر المستعمرين ضد بلاده ونقض غزله مع الحق والخير والجمال والإنسان. غادي فرانسيس لم تنقض غزلها مع الأمة، ولم تنقض غزلها مع الكلمة، ولم تنقض غزلها مع المقاومة الإعلامية القومية المناضلة المقاومة بالصوت والصورة، ابنة البلاد الصلبة والمقاتلة غادي فرانسيس. المنبر لك.
إحيائك معنا لأنطونس عادل. بسم الله والحق والمقاومة. أصحاب المعالي والسعادة، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيل بري ممثلا بالنائب محمد خواجة، رئيس كتلة الوفاء المقاومة الحاج محمد رعد ممثلا بالحاج أمين الشدري، حضرة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي والقيادة الموقرة، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الزملاء الكتاب والصحفيين، الرفقاء المناضلين، أيها الأحبة القادمين من شتى المناطق، أيها الجمع النبيل. إنه لفخر عظيم أن أقف معكم اليوم من هذه النقطة النوارة في الأمة، بقعة النور المنبثق من حق الشعب وثورته، بقعة الفداء المستمر والصبر المنتصر والبطولة المتجددة المتعمدة بدماء أنبل بني البشر. لا يسعني أبداً أن أبدأ إلا بالسلام. السلام على زعيمنا الشهيد أنطونس عادل الذي وقف في الغبير منذ نحو 8 عقود عائداً من منفاه صارخاً بوجه السلطة العميلة المرتهنة: أنا عدت لأواجهكم. السلام على السيد الشهيد حسن نصر الله الذي وقف وقفة العز عينها بوجه الظلم والأعاصير، ثابتاً على موقف بطولي حتى الشهادة. السلام ما بينهما على 80 عاماً من شعب يولد الشهيدة والشهيد ولا ينكسر، على أرض كلما حاصروها ليفرضوا الهوان تزهر بالعنفوان. السلام على شهداء المقاومة اللبنانية والفلسطينية بتفرعاتها وأنواعها وألوانها، من نسور الزوبعة، من شهداء القسام إلى حزب الله وحركة أمل وجبهة المقاومة الوطنية والجبهة الشعبية وسرايا القدس. السلام على من حملوا فحملونا إرثاً من البطولة المؤيدة بصحة العقيدة. نعمل لتجديد ذلك ولتوريثه لمن يأتي من بعدنا، وستظل أرحامنا تلد الأبطال، وستظل بلادنا تلد الثوار. هنا الأرض لنا، إما نحن وإما نحن. كثيرون سألونا عن سبب انعقاد توقيع الكتاب هنا، لماذا الضاحية ولماذا رسالات؟ نجتمع اليوم في هذا الصرح المميز في مسرح رسالات، وكنا اخترنا المكان قبل أشهر طويلة، وتم التنسيق مع الصديق الشيخ علي ظاهر مشكورا منذ ما قبل شهر أيلول حقيقة، إلا أن بعض الطارئين على السياسة وعلى السلطة في لبنان آثروا أن يجعلوا القمع عنوانا وانقضوا على رسالات في ذكرى السنوية للسيد نصر الله، فما زادونا إلا تمسكا برسالات. فما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه متسلط اليوم بسلطة الأمس. سلطة الأمس افتعلت حادثة في الجميزة لتنقض على جريدة أنطونس عادل وحزبه، وسلطة اليوم حولت ذكرى سنوية لقائد وطني إلى فرصة لإحداث بلبلة وفتنة وملاحقة ناشطين وصحافة ومؤسسات ثقافية. تعالوا نعود قليلاً بالزمن قبل هذه البلابل والفتنة المبتغاة التي قطع دابرها رقي رسالات وحكمة المقاومة. قبل كل هذا كنا اخترنا المكان لأن صاحب المناسبة الزعيم أنطونس عادل هو اختاره، لأن هذه الضاحية من بيروت لطالما كانت مرتعاً للثوار وللأحرار. فلنعد قليلاً في الزمن. على بعد مئات الأمتار من هنا هبطت الساعة 10 من صباح 2 آذار 1947 طائرة أنطونس عادل تقله من القاهرة إلى مطار بير حسن بعد نفي قسري دام 9 سنوات. ألقى خطاباً في حشد لم تكن تشهد قبله مثله بيروت. استشرف يومها وقال: ستسمعون من يقول لكم إن في إنقاذ فلسطين حيفاً على اللبنانيين وعلى لبنان، وأمراً لا دخل للبنانيين فيه، فصل الصحات يعني.
إن إنقاذ فلسطين هو أمر لبناني في الصميم، كما هو أمر شامي في الصميم، كما هو أمر فلسطيني في الصميم. إن الخطر اليهودي على فلسطين هو خطر على جميع هذه الكيانات. وأيضا في هذه الضاحية الأبية عينها، وعلى بعد مئات الأمتار من هنا في برج البراجلي، ألقى خطابا في 29 أيار 1949 رد فيه على بن غوريون، وكان ذلك أحد الأسباب الملحة للسلطة اللبنانية لتنقض ولتقتل ولتتخلص من أنطونس عادل. بعد ذلك الخطاب بشهر ونيف بدأوا هجومهم عليه. لماذا؟ لأنه قال أنه سيسلح وسيجهز وسيعد جيشا من الشهداء يقاتلهم كما هم يعدون جيشا. يقول سعادة يومها: هذه الدولة الجديدة نشأت بفضل تفسخ في مجتمعنا وفي انقسامنا على بعضنا، وليس بفضل المهارة اليهودية الزائفة. إن محق الدولة الجديدة المصطنعة هو عملية نعرف جيدا مداها، عملية صراع طويل شاق عنيف يتطلب كل ذرة من ذرات قوانا، لأن وراء تلك الدولة اليهودية الزائفة المصطنعة دول عظمى تسلحها، تمدها بالمال وتمدها بالأساطيل والأسلحة لتثبيت وجودها. لعل أبرز رسالة وجهها سعادة يومها كانت حين أعلن التسلح والتحضر، فقال بالحرف: نحن مستمرون في خطتنا. إن الدولة اليهودية تخرج ضباطاً عسكريين، وإن الدولة القومية التي أعلنتها سنة 35 تخرج هي أيضاً بدورها ضباطاً عسكريين. ومتى ابتدأت الجيوش الغريبة تتحرك بغية تحقيق أهدافها ومطامعها الآثمة واستيلاء على بقية أرض الآباء والأجداد، ستبتدئ جيوشنا بالتحرك لتطهير أرض الآباء والأجداد وميراث الأبناء والأحفاد من نجاسة تلك الدولة الغريبة. هذا ليس آخر جواب نعطيه، لأن الجواب الأخير سيكون في ساحة الحرب متى قررت القيادة القومية إعلان الحرب. هكذا قال لهم سعادة: سنقاتلكم. ولهذا قتلوا سعادة. وكما قال في حديثه لجريدة الأخبار اليوم المؤلف بدر الحج: هذا النظام قاتل ولا يزال يسري بالطريقة نفسها منذ أن قتل أنطونس عادل. وكم أرى مشابهة بين سعادة والسيد حسن نصر الله، ولو أن المنطلقات الفكرية مختلفة. تحرير الأرض والإنسان يا سادة هو الشبه وهو المشترك. كان السيد نصر الله مقتنعاً تماماً كما نحن مقتنعون تماماً كقوميين سوريين بقضية فلسطين. إن كتابات سعادة في الأربعينات هي نفسها خطابات السيد نصر الله في العمق، ولو أن الصياغة الشكلية مختلفة. اليوم يواجه المقاومون في الجنوب ما واجهه أنطون سعادة قبل أكثر من 75 عام. لقد كتب الصهاينة في مذكراتهم في تلك المرحلة أن هؤلاء الجنوبيون يشكلون ما يقارب 200-300 ألف وهم لا شيء. فقامت قيامة الجنوبيين وقاتلوهم قتالا حرر الأرض والإنسان وأعاد العزة للبلاد، وتكلل بتحرير عام 2000 وتعمد بانتصار 2006 وبصمود 2025. لا يمكن أن تقاتلوا من يؤمن بقضية. تكلم أنطون سعادة عن روح في جسد الأمة، وهي العصبية الضرورية للدفاع عن المصلحة القومية. إنها معادلة عماد. هذه المعادلة عند صانع الجبروت العسكري رضوان، حيث تكلم عماد مغني أن من يقاتل فينا هي الروح. ختاما أقول لكم أيها الأحبة، حين أعلن يوم أمس زميلنا وعزيزنا رفيق حسن علاء عن حفل التوقيع، قامت قيامة عملاء محكومون في المحاكم اللبنانية بتهمة التخابر مع الإسرائيلي، وبدأوا يشتموا سعادة ويهزأوا بموته وشهادته. هذا الموقف أسعدني حقيقة. كم هو بليغ أن سعادة شهيدا بعد نحو 80 عاما من قتله لا زال يريدكم. كم هو بليغ أن سعادة شهيدا وبعد نحو 80 عاما من قتله لا زال يجند المقاتلين الشرفاء الذين قاتلوا وقتلوا واستشهدوا في أشرف جبهة في الجنوب خلال
بالبأس. وللشامتين بشهدائنا وزعمائنا أقول ما قاله مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، وكلما طال تهميش إنسانها يصبح كالبهيمة، لا يهمه سوى اللقمة والغريزة. عندما تنهار الأوطان يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدعون والقوالون والمتصعلكون وضاربو المندل وقارئو الكف والمتسيسون والمداحون والانتهازيون، فيختلط ما لا يختلط، يختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل، ويعلو صوت الباطل ويخفت صوت الحق. هم يشتمون ويشمتون بأشخاص استشهدوا لأجلهم، هم يشمتون ويشتمون لأجل أشخاص وبأشخاص ناضلوا لأجلهم وقد تحملوا كل ما تحملوه، ثبتوا بينما كان يمكنهم أن يبيعوا ويهادنوا ويفاوضوا ويعمروا. وقد قال لهم سعادة من قبل كما استشهد بهذا القول العميد جاد ملكي: ليس لابن النور مكان بين أبناء الظلمة، بقدر ما يكيل لهم من المحبة يكيلون له من البغض. أثر المسيرة خلف مشاريع الصهاينة علما بأن الصهاينة لا يحفظون لهم ذلك. عملاء إسرائيل لم يجدوا مكانا لقبور تضمهم في لبنان، بعتهم السلطات التي استخدمتهم. أما زعماء المقاومة لهم جيوش من القلوب، لهم جيوش من القبضات الهاتفة خلفهم وخلف نعوشهم. كيف نرد عليهم ولماذا؟ هم يسيرون خلف من يفتنون بين الناس، ونحن نسير خلف من يكسرون الحواجز بين المذاهب. هم مطايا للمشروع الصهيوني الذي يذبح ويقتل ويسرق ويغتصب، ونحن قوم من قدموا أرواحهم كالأنبياء ليقاتلوا الأباطيل والشرور. أسيادهم جهل لا يعرف واحدهم كيف يحكي أو يكتب، يسوقهم كالنعاج إلى الهاويات. وزعماؤنا يتقد النور من أقلامهم وخطبهم تهدر بالحقائق لعقود بعد استشهادهم. هم محتقرون لدى من يستخدمونهم، وقومنا يحترمهم حتى الأعداء. هم يخرجون العملاء والسفهاء، ونحن نخرج المثقفين المشتبكين الاستشهاديين والشهداء. ومهما تآمروا ومهما ارتهنوا ومهما شتموا سنبقى نبذل أنفسنا لهذه الأمة على طريق قادتنا المتنورين. سوف يبقى هتافنا يدوي، وسوف تبقى الدم التي في عروقنا تغلي، وكلما استشهد لنا قائد سنحمل دمه ونحمل رايته ونحمل إرثه، ولن يكون لقضيتنا قبر تحت الشمس. لقد تكسرت مشاريعهم، وسوف يعيش ويرى كل الناس وكل الشعب. تكسرت مشاريعهم عند الحدود الجنوبية، اجتمعت كل أساطيل العالم وطائراته على شعبنا، ولم يتراجع جبابرة الجنوب من شمع إلى الخيام. إنها الحدود شاهدة أن هذا الشعب لن يخضع ولو قتلونا أجمعين. سوف ينزل من بطن الأرض غضب ساطع ينبئ بالتحرير. إنا على العهد لسعادة كما لنصر الله. لبنان هذا لن تكون إسرائيليا في يوم من الأيام. نبقى مع الفقرة الأخيرة، عرض فيلم وثائقي مدته 15 دقيقة حول الزعيم سعادة وموضوع الكتاب من إنتاج شركة هاوس أوف ميديا. وبعد ذلك ننتقل إلى توقيع الكاتبين العزيزين للمؤلف.